بشكر دكتور ياسر انه اكثر صراحه من بعض الاعضاء اللي حاولوا يلتفوا حول تفسير موضوع زواج الاطفال الصغيرات السن، وان هو كان اكثر صراحه لدرجه ان هو قال كمان ما اشترطش سن البلوغ، ده حتى يعني فسر الايه الكريمه لمن لم تحض بعد، يعني ممكن في اي سن ان شاء الله 3 سنين طالما بامكانها انها يعني تطيق. طب ايه تفسيرها عندك يا دكتور؟ الزوجيه. معلش انا عايز تفسير الايه عندك يا دكتور. ثاني اكمل يا دكتور ياسر. جيبوا لي تفسيرها عند اي عالم من اهل العلم في الايه، انا بقول ايه من كلام الله. حضرتك قلت والتي لم تحض. ما انا بتكلم على ايه، مش بتكلم على انا، ده انا بقول قال الله. ما انا عارفه حضرتك، ما انا بقول حضرتك ما تقولوش تفسير، اصل انا ما فسرتش. طيب ده ربنا اللي بيقول، ولا انتوا معتقدين صحتها ولا مش معتقدين صحتها؟ معتقدين القران ولا مش معتقدين القران؟ ده معناه في اي سن يا دكتور ياسر، مش شرط كمان سن البلوغ. يعني انا بقول لحضرتك انت مقتنعه بالقران ولا لا؟ نعم.